بس انت لو سمعت الاراء الناس فهيتكلموا. عايز اسمع ارائهم، ولو فتحت التليفونات هقوم امشي. انا بص بصراحه انا لا بعد اذن تهددني. سيادتك. لا يا استاذ معتز، لان انا شبعت بصراحه. انا اللي بقول لك انا اعطيتك وعد. عايزك يخونك ولا يتجوز عليكي؟ في الحالتين ما لزمنيش. حضرتك مناصر للرجل ولا لا ده في كارثه بكلمه وحشه على الرجل. انا ما كنتش عايز افتح الموضوع ده، ولكن بقى تعال نخش له. فاكرين في شهر 11 2017 لما واحد اسمه معتز حب يتجوز زوجه تانية وجاب مراته الاولى خلاها حضره الفرح وقعدت معاه في الكوشه في حضور الزوجه الثانيه؟ انا راجل على فكره ليا مكانتي في المجتمع، معروف دوليا، مش هنا بس على فكره، فانا مش كده. تقدر تخش على دي. ده قهر للمراه، قهر وذل. كان تاني غير. طب انت عايز تقولي ان هي يعني بتقسم زوجها عن الحرام يعني فراحت تتجوزه؟ اول هام الزوج اللي حضر زوجته الاولى معاه في فرح الزوجه الثانيه كان انا معتز هلال. في حلقه حضرتك متزوج 2؟ 3 دلوقتي. الله اكبر. كان الاستاذ وائل اللي باشا الله يرحمه، كنت حضرت معاه في 10 مساء على قناه دريم بسبب الموضوع، لانه كان خد ترند كده وكان قصه كبيره كده، وقعدنا نفسر الموضوع يمشي ازاي. يا اخواننا الافاضل، الموضوع مش في موضوع الزوجه الثانيه ولا الثالثه، وان الاولى قبلت ولا اللي هي انا كده بس هظبط منظومتي الفكريه عليك عشان اعرف اتكلم بقى الدنيا كده. نظبط بقى ثواني بالختام شويه، معلش بقى يعني ايا كان. لا ادونا شويه وقت يا جماعه، ادونا بس شويه، احنا لسه معانا 6 دقايق عموما. في نقطه مهمه، الاستاذ متجوز 3 فلازم نعرف الفكره بس ثواني. الفكره يا جماعه، اللي عايز يعمر بيته ويعيش هيعمر بيته ويعيش، واللي بيتجوز جوازه تانية ليس انتقاص من حقوق الاولى ولا عيوب فيها اصلا. الزواج في الاسلام سواء التعدد نفسه هو التعدد اصل في الاسلام نفسه، انك تقدر تتجوز الاولى والثانيه والثالثه. الفكره في حاجه واحده بس، خلي عندك دين وخليك عادل بين زوجاتك وبين عيالك، ويكون اصلا عندك القدره طب الجسديه انا عايزه بس اتكلم في حاجه. لا على العدل والوصول في حاجه ما كانش فيها. اما حكايه خراب البيوت بقى، ثواني بس معلش ادينا ثانيه. لا ثواني بس الاثنين كده عليا. حاجه الاربعه احنا خلاص الوقت اصلا لا موضوع خراب البيوت ده مش مستني لمرتب ومش مستني انه مش مكفي. الزوجه لو حابه زوجها وعايزه تعيش معاه هتعيش معاه، لو في التراب هتعيش معاه، لو في عشه. طب ادي فرصه للضيف يقول رايه حضرتك، ادينا فرصه نقول راينا. اللي بيحصل الزوج لو بيحب زوجته مش شرط ان هو هيتجوز او مش هيتجوز. الحب حاجه، تدي فرصه للضيف يتكلم قبل ما الختام ينزل. ايوه، ما هو المشكله ان كده خلاص. طب اقول كلمه. انت هترد بقى الاستاذه. ردي. انا هرد على حضرتك. هقول لك حضرتك اغلبيه الرجاله هم مش فاهمين غير التعدد اللي هو الاربع يعني انا اتجوز 4، انا عشان احلل 4 هتجوز 4 عشان الوقت. لا ثواني، ثواني لا اديني فرصتي. هتجوز 4 معلش سوري، ما حدش يعرف يعدل ما بين الاربعه، مستحيل. ان تقول لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا ادى واحده من زوجاته تمرايه كان يدي الثانيه تمرايه. قول لي مين في الزمن اللي احنا فيه ده يقدر يعمل يعني يعادل ما بين الاربعه؟ مستحيل تحصل، مستحيل. رساله حضرتك وصلت، اتفضلي يا فندم. بس بمناسبه ان حضرتك بتقول انا متجوز 3 وبعدل ما بينهم، اولا هنا في مجتمعاتنا بيقول لك انا ليه اتجوز 4. مش هتكلم في الموضوع والله خالص. ثانيه واحده بس اتكلم في نقطه مهمه، ما تقاطعنيش. لا ما تقاطعنيش، اديني فرصتي بعدين. لا اتجوزوا على ستاتهم ما ينفعش. انت عارف انت ليه تتجوز 4؟ لو تعرف التفاصيل او الاسباب اللي ربنا شرع بيها، ان بيبقى في مشكله عند الزوجه الاولى ما بتخلفش، في مشكله صحيه فتتجوز الثانيه، او الثالثه فيها برضو مشكله تتجوز الرابعه. ولكن احنا في مجتمعاتنا كرجل هو عشان عرف ان الشرع بيحل 4 ففي سوري يعني في تفاصيل في العين ان اتزوج 4. فانا مع احترامي لحضرتك انا شايفه ان مهما اتجوزت 4 ولا ان شاء الله 10 مستحيل تعدل ما بينهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقاتنا، وبنقول هو الخالق سبحانه وتعالى ادرى باللي خلقه الراجل والست، وعارف احتياج الراجل واحتياج الست. وقتنا خلص. انا بحييكم جدا، نورتونا وشرفتونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.